عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. سبحان الله، تخيل إن الإنسان يصلي في جماعة ياخد أجر مضاعف 27 درجة. طب عشان تستشعر هذا الحديث، أول حاجة تخيل معايا شخصين، واحد صلى مثلا الظهر في البيت وواحد صلى الظهر في المسجد. اللي صلى الظهر في المسجد ده خد أجر 27 مرة مضاعف عن اللي صلى في البيت. طب اللي صلى في البيت ده عايز بقى ياخد أجر زي اللي صلى في المسجد، مطلوب منه يصلي الظهر 27 مرة. متخيل ده هيقعد كام ساعه اصلا يصلي عشان يصلي الظهر 27 درجه 27 مره. وتخيل بقى ان هو لو صلى الظهر 27 مره مش هياخد اجر زي اللي راح المسجد. ليه؟ لان اللي راح المسجد هياخد طول ما هو راح المسجد كل خطوه هياخد حسنه ويغفر له سيئه ويرفع درجه. مجرد ما يخش المسجد ربنا يوكل له ملك يدعو له اللهم اغفر له او اللهم ارحمه. مجرد ما يخش الصلاه في قراءة الفاتحة مثلا، لو صلاة مغرب أو عشاء الإمام بيقرأ بصوت عالي، لما يقول أمين الملائكة بتأمن. لو تأمين وافق تأمين الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه ويغفر له ذنبه. فسبحان الله، تخيل بقى يعني واحد صلى في بيته الظهر 27 مرة وواحد صلى الظهر في المسجد. اللي صلى الظهر في المسجد دوت جايب حسنات سبحان الله أعلى من اللي صلى 27 مرة في بيته. فسبحان الله، محتاجين جدا لصلاة المسجد دي كده أول حاجة. طيب تاني حاجة، تخيل معايا إن إنسان داخل يقدم في الشركة عرضت عليه عرض، قالت له انت عندك حالتين، هنديك لاب مثلا تشتغل من بيتك وتقبض 1000 جنيه، او تيجي كل يوم تنزل الشركه وتقبض 27000 جنيه. فالانسان العاقل اللي بيعرف يحسبها صح هيختار ايه؟ طبعا هيختار ان هو ينزل الشركه ويقبض 27000 جنيه. فاحنا بحسابات الدنيا ولما اتكلمنا في جنيه و27000 جنيه و1000 جنيه، احنا شاطرين في حسابات الدنيا بنعرف نحسبها صح. طب ليه في حسابات الاخره مش عارفين نحسبها صح؟ ما هو ربنا سبحان الله يعني الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم فيه ان انت بقى روح صلي في المسجد وخد 27 ضعف. فاحنا ازاي نوقع نفسنا صلاه المسجد؟ والله سبحان الله، الانسان يوم القيامه لما يقف قدام الميزان الميزان يوم العبره يوم القيامه الحسنات والسيئات الميزان. فالانسان لما يقف قدام الميزان سبحان الله اللي كان بيصلي في المسجد هيفرح جدا ان هو كان بيصلي في المسجد.